لا 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 لا، أنا ما باعرفش أزعّل حد منّي خالص، بطّلت أزعّل نَفْسي عشان أرضي حد، بطّلت أكون الشخص المُتفهِّم زيادة عن اللزوم، اللي بتend up بعد كده إن هو بيكون مستباح عشان الناس ضامنينه، ما باعرفش أقول لأ وما باعرفش أكسف حد. كلمة لأ بقت أسهل كتير وهي بتحميني وبتحمي وقتي وبتحمي حدودي. بُصّي، أنا باحس إن أنا بادّي أكتر بكتير بصراحة، ما بافكّرش أوي العلاقة دي أصلًا كويسة بالنسبة لي والّا لأ، بالاقي نَفْسي بادّي كده وبادلدق حُب، أنا بادّي بس اللي يستاهل، لمّا حد بيعمل معايا أي موقف مش حلو بالاقي نَفْسي أوتوماتيك باوجّه السهم لنَفْسي كده وباقول أكيد أنا ما أستاهلش إنّهم يبقوا كويسين معايا. أنا بقيت فاهمة إني المفروض أسعى إني أصلّح نَفْسي مش أقعد أصلّح الناس وألعب دور المنقذ في حياتهم. أنا باخاف أبقى لوحدي أوي بصراحة. الخوف من الوحدة ده بيدخّلني مع ناس كتير في علاقات بتستنزفني جدًا، بس أنا مش عارفة أوقّف الحكاية دي. اخترت الوحدة على إني أكون في علاقات غلط بتستنزفني، أنا باجي على نفسي زيادة عن اللزوم بصراحة عشان العلاقات تكمّل. لو في مكان أنا باتوجع فيه وقُلت مرّة و2 إن ده بيضايقني ومش مناسبني وما حصلش تغيير، فده معناه إن ده مش مكاني. وقتي كُلّه للناس، وقتي وطاقتي بقوا أغلى حاجة عندي، باختار أحطّهم في المكان الصح. عمري ما ركّزت إن أنا أشوف الناس اللي في حياتي دول يستاهلوني والّا لأ، بقيت فاهمة نفسي وبقيت فاهمة أنا أستاهل إيه، وده خلّاني أختار الحب اللي يناسبني.